في حالة ان حد حابب يستخدم او حد بيسألنا سؤال ان هو يقدر يستخدم علامة تجارية ويغير الالوان والشكل واللوجو، طب انت لو عملت كده هيبقى اسمك ايه؟ القانون بيقول ان العبرة في المضاهمة بين علامة واخرى هو تضليل المستهلك. هل المستهلك المتعامل على هذه العلامة التجارية هيقع في الخلط واللبس ولا لا؟ الميزان بتاع موضوع التشابه ما بين العلامات التجارية وبعضها هو ميزان سهل جدا، هو الميزان المتعلق بالمستهلك متوسط الحرص. هيكون نظره او رؤيته للعلامة التجارية دي ايه؟ هل الصورة الذهنية اللي بتندرج في ذهن المستهلك متوسط الحرص هتقول ان ده مطارئ ولا مش ابو طارق؟ انت هتقول عليه محل ايه؟ هيتقال عليه ابو طارق. فبالتالي الزبون هيقع في الخلط واللبس. يعني لو العلامه التجاريه دي استخدامها وتداولها في الاسواق هيؤدي الى تضليل المستهلك، يبقى دي علامه تجاريه مقلده. لو العلامه التجاريه دي استخدامها في الاسواق مختلفه عن اي علامه اخرى وغير مشابهه لاي علامه تجاريه مسجله، يبقى انت من حقك تشتغل بيها وتسجلها كعلامه تجاريه.